ليلة فرحنا واحنا في البيت انا ومراتي كشفت سرها، لقيتها بتقولي عشان خاطري بالله عليك تستر عليا. اقولك خد الفلوس دي بس ما تتكلمش عشان خاطري. مصيبة ان انا كنت خلاص فاضل لي تكة وهوافق. انا شاب عازب ما اتجوزتش قبل كده خالص، الحمد لله حياتي ووضعي المادي متوسط الحال. أسرتي ناس كويسة ومحترمة، وعندنا ناس في عيلتنا من مراكز كويسة جدا، وأنا وأهلي الحمد لله معروفة سيرتنا طيبة. مهم أنا طول حياتي كنت نفسي أتجوز، ولكن لما ربنا أراد وكونت نفسي وجبت الشقة والحمد لله العفش وجبت الحاجة بالقسط وربنا يعلم أنا جبتها إزاي، هنا بدأت أقول لأمي أنا عايزة أتجوز. أقدمت على بيت ناس كويسين، يعني ناس رشحهم لنا، ورحت قدمت العروسة ديت، والست دي كانت محترمة، كان أبوها متوفي البنت، والأم ست محترمة جدا وطيبة، وهي اللي كانت بتربي بنتها العمر ده كله. البنت وحيدة أمها وأبوها، وعندها أخ ولد في منصب كويس يعني في البلد، والحمد لله وضعهم كويس جدا. هم ماديا احسن مني شويه، يعني انا معترف بده، وانا ماديا متوسط، ولكن الحمد لله راجل ومكفي نفسي واقدر اكفيها واكفي بيتي اكل وشرب والحياه. دخلت وتقدمت لها وقلت لها يا طنط انا ظروفي 1 2 3. قالت لي يا حبيبي واحنا شاريينك وانت على عيننا وعلى راسنا. اللي انا عرفته ان بنتها كانت زمان مخطوبه وفركشت الخطوبه يعني. وايه الاسباب يا طنط؟ قالت ما حصلش نصيب، ودماغه كانت صعبه وكان عصبي وبيقل ادبه عليها والكلام ده كله. انا قلت لهم خلاص مفيش مشكله، وربنا يا طنط يجعلني ان شاء الله تعالى سند ليها وعوض ليها، وهكمل معاها انا، وصدقيني صدقيني عمري في يوم ما هرجعها لك وهي غضبانه. البنت اتخطبت لها وكانت كويسه، وكنا بنخرج مع بعض، كانت سعيده جدا، بخرجها وبفسحها، ونزلنا نقينا عفش البيت سوا وفرشنا بيتنا، والحياة تمام وكل حاجة كانت ماشية تمام. معرفش ايه اللي حصل في الاخر. جت في يوم كده قالت لي انا معلش هختفي النهاردة خالص عنك علشان مع اهلي وقرايبي ومش هعرف اكلمك. فانا بقول لها يعني ايه ده؟ تعالي هو ايه اللي هتختفي عني خالص مش عارفه اكلمك ليه؟ في ايه؟ ما احنا مخطوبين واهلك. قالت لا مش عشان كده، اصل عندنا مشكله عند خالتي وكلنا متجمعين وانا بقى مع بنات خالاتي، مش عايزه حد يكلمني وانا قصادك كده، والحسد والكلام ده. قلت لها يعني ايه خطيبتي طول اليوم